ازيكم يا جماعه؟ في الفيديو ده جايب لكم اقوى الاضافات اللي حصلت في اي او اس 26 وكمان ايه اللي هتحس بيه اما تتنقل من اي او اس 18.5 لاي او اس 26. كل ده هنعرفه في الفيديو ده. يلا بينا نخش في الموضوع على طول. يلا بينا. بصراحه اي او اس 26 اتحصل عليه مميزات كتيره جدا واكتر من 120 ميزه تقريبا اتضافوا في النظام ده. منهم مميزات اللي حصل فيها طفره واضافه قويه، ومنها المميزات العاديه او يعني اضافات بسيطه. اول حاجه لو نزلنا كده على الكنترول سنتر هنلاحظ ان الاشعارات كلها شفافه، يعني دي حاجه جميله جدا. وبصراحه حاجه يعني انا شايفها ان هي حاجه ممتازه ان الاشعارات اخيرا مش منغبشه على شكل الخلفيه. تاني حاجه لو نزلنا الكنترول سنتر كده هتلاقي ان الكنترول سنتر كله اتعاد تصميمه بالتصميم الزجاجي عكس الاول زي ما احنا شايفين بالتصميم العادي ده الشفاف الضبابي اللي بيخفي على الخلفيه. دلوقتي بصراحه اما قعدت استخدمته كام يوم بصراحه اتاقلمت معاه وحسيت افضل من التصميم القديم. كمان انيميشن فتح القفل حصل عليه تغيير، الفرق ما بين اي او اس 18 و 26. تعالى كده نشوف اما نيجي نفتح القفل ما بين الاثنين. بص كده اي او اس 18 واي او اس 26. كمان مش بس كده، لو نزلنا شاشه القفل زي ما انت شايف كده ودوسنا ضغطه مطوله ودوسنا هتلاقي عندك تخصيص. هنا كان امتزاج باللون الازرق بقى بالاسود، وهنا التخصيص بالشكل الزجاجي، وهنا بالشكل العادي. لو دوسنا تخصيص هتلاقي بالمنظر اللي قدامك ده بصراحه شكله جميل جدا. تقدر تتحكم في الساعه على عكس هنا في اي او اس 18 ما تقدرش تتحكم غير في عرض الساعه فقط. هنا تتحكم في طول والعرض. كمان تقدر تغير في الساعه نفسها، تخليها بالالوان الزجاجيه، تقدر تخليها باللون الابيض او الازرق او اي الوان من الالوان دي. كمان تخليها باللون الزجاجي، تقدر تغمق اللون او تخليه شفاف على الاخر على حسب انت عايز درجه الشفافيه تبقى عامله ازاي. عكس هنا ان انت بتتحكم في الالوان بس العاديه، ما لكش صلاحيه ان انت تقدر تتحكم في شفافيه شكل الساعه. كمان تقدر تتحكم في العرض وشكل الساعه وانماطها. كمان هتلاقي اضافه هنا اللي هي شكل الصوره، تقدر تشوف مكان الصوره دي في مكتبه الصور عندك. عكس هنا مفيش الاضافه دي. يعني بصراحه اضافات جميله في شاشه الاف. كمان تقدر تتحكم في الويدجت، هنا ثابته، هنا تقدر تنقلها فوق وتضيفها تحت. ما ينفعش تضيفها في اي حته، لازم برضو تصغر دي على الاخر عشان تقدر تنقل الويدجت ده فوق كده. لو كبرت الساعه هتلاقيه اتنقل اوتوماتيك تحت. كمان تقدر تضيف اي خلفيه وتحولها ل 3D. هتلاقي العلامه دي تقدر تدوس عليها هتلاقيه بيحولها لك جنريت ل 3D. بصراحه حصل تعديل جميل جدا على شاشه الاف. زي ما انت شايف هنا كده تقدر تخلي الصوره تبقى على حسب حركه الموبايل تحس ان هي 3D او انت جوه الصوره بالظبط. عكس هنا في اي او اس 18 الصراحه مفيش اي اضافات بالنسبه لشاشه الاف. وبالنسبه للخلفيات لو رجعنا كده ودخلنا على الشاشه الرئيسيه تقدر تدوس ضغطه مطوله على الشاشه الرئيسيه وبص الاضافات الجديده. لو دوسنا على تعديل هنا وتعديل هنا هتلاقي هنا في اضافات جديده على عكس في الاول. تقدر دلوقتي تعدل من الشاشه الرئيسيه او خلفيه الشاشه الرئيسيه عكس الاول ما كانتش موجوده، لازم تخش على السيتنج نفسه او الاعدادات عشان تقدر تعدل من الخلفيه نفسها. وكمان نفس الاضافات هنا ونفس الاضافات هنا مفيش اي تغيير. هنا طبعا مفيش ان انا اقدر اعدل على الشاشه الرئيسيه، لازم اخش على الاعدادات عشان اقدر اوصل للتعديل بتاع الشاشه الرئيسيه. لو دخلنا كده على الخلفيات وتدوس تخصيص على الشاشه الرئيسيه عشان تقدر توصل لنفس الاعدادات دي، يعني بكل اختصار تقدر توصل لها بكل سهوله في اي او اس 26. كمان تطبيق الصور حصل عليه تعديل جميل جدا عكس الشكل القديم بتاعنا اللي موجود في اي او اس 18. بص هنا هتلاقي ان الايقونات بالشكل الزجاجي والشكل اللامع. كمان تقدر تحدد الفلتر وتختار انت عايز تروح للفوفرايتس او الفيديوز او تشوف الفوتوز او تشوف السكرين شوت. وكمان تدوس على فيو اوبشن زوم ان او زوم اوت او تخليها يعني فيت. كمان تقدر تخلي السكرين شوت تخفيها من المكان او تظهرها عادي كمان في الصور على طول. كمان مش بس كده، تقدر تدوس على كوليكشن او الاضافات وتقدر تثبت اي حاجه قدام فوق خالص. يعني تقدر تثبت اي عنصر من العناصر دي زي الفيديوز مثلا وتخليها بن، تقدر تثبتها بن وهتلاقيها فوق خالص هنا من ضمن الاختصارات او من ضمن الحاجات المثبته فوق وتقدر توصل لها بسرعه عكس الاول. كمان حصل اعاده تعديل على شكل تطبيق الصور وبقى ابسط، فصل لك الصور او المكتبه كلها عن الاضافات اللي كانت في الاول بشكل مش مرتب خالص. وكان الصراحه اسوأ تعديل لتطبيق الصور، كان الشكل اللي اقدم منه افضل. بس ده الصراحه حل الموضوع ده وفصل لك ما بين الصور والمكتبه نفسها.
كمان تطبيق الكاميرا حصل عليه تغيير جامد قوي الصراحه. ده شكل تطبيق الكاميرا القديم وده شكل تطبيق الكاميرا الجديد. في الاول عشان توصل لاي وضعيه لازم تفضل تسحب كده، انما دلوقتي في اختيارين، يا صوره يا فيديو، تقدر تحول للفيديو على طول وفي نفس الوقت تقدر تحول للصور على طول. كمان في اضافه جميله جدا، لو الكاميرا او لينس الكاميرا مش نضيف هيظهر لك الرساله دي بيقول لك نظف الكاميرا عشان الكاميرا مش نضيفه. عامة الصراحة ميزة جميلة جدا. ده بالنسبة لتعديل الكاميرا، غير ان انت تقدر طبعا توصل لاعدادات كتير عشان تعدل من شكل او جودة الصورة او الفيديو. زي ما انت شايف تصور ببرو ريز، او كمان تفتح الفلاش، او تفعل الاكشن اللي هو عدم الاهتزاز، وغيرهم من المميزات. الصراحة تطبيق الكاميرا الصراحة حصل عليه تعديل بسيط بس الصراحة احسن من الاول. كمان تطبيق الاب ستور حصل عليه تغيير، زي ما انت شايف هنا كده الشكل العادي القديم الكلاسيك، انما هنا بقى فيه تفاعل وانيميشن، وكمان الشريط العايم اللي في النص تحت ده. وكمان بصوا كده، اما بدوس دوسه مطوله على اي اختيار من الاختيارات اللي تحت بتظهر لي الزلالة المائيه دي، بصراحه شكلها جامد قوي. كمان السيرش بقى هنا على جنب تقدر تدوس عليه ويفتح لك البار سيرش، عكس في الاول اللي كان لازم تعمل سيرش من هنا فوق. كمان هنا السيرش بقى مختص في بار عايم برضو. الكلام ده بس مش في الاب ستور، ده موجود في اي حته في تطبيقات ابل، سواء في السيتنج، الابل ميوزك، السفاري، اي حته هتلاقي فيه الشريط العايم ده بقى موجود في كل حته وبالتصميم الزجاجي. عكس هنا بص كده، بصراحه شكله جامد جدا. كمان لو جينا ناخد سكرين شوت هتلاقي تعاد تصميمه عن الاول. لو جينا كده ناخد سكرين شوت ونفتح السكرين شوت نفسه هتلاقي تصميم هنا اتغير خالص عن هنا. كمان الفيجوال انتليجنت اتضاف ليه السكرين شوت، تقدر تعمل سيرش عن اي حاجه بالنسبه للاجهزه الداعمه للذكاء الاصطناعي طبعا عن طريق جوجل، او تسال شات جي بي تي نفسه ويجيب لك التفاصيل عنها على طول. عكس الاول الفيجوال انتليجنت كان مقتصر بس ان انت لازم تصور حاجه او منتج عن طريق الكاميرا فقط. مش دلوقتي الذكاء البصري بقى بيقدر يتفاعل مع الشاشه ويفهم ايه اللي جوه الشاشه كمان. بصراحه ميزه جميله جدا. ولو في اي حاجه او ديت او موعد او اي حاجه رسميه هنا بتلاقيها ظهرتها لك هنا. وكمان لو في موعد يقدر يضيفه لك لتطبيق التذكيرات عشان يفكرك بيه على طول. كمان مش بس كده، تقدر تعدل على اعدادات وجوده السكرين شوت. لو دخلنا كده على اعدادات وعام ودخلنا على السكرين شوت هتلاقي خيار جديد بتاع لقطه الشاشه، تقدر تفعل الاختيار ده. اول حاجه اللي انت تخلي السكرين شوت في فول سكرين، ان هو اول ما ياخد السكرين شوت يظهر الشاشه الكامله، عكس الاول ان انت لما تيجي تاخد سكرين شوت كان بينزل كده. وتقدر تخليها بالشكل العادي. والميزه الجميله برضو ان انت مش محتاج تعمل يعني زي في الاول كده اما بتيجي تدوس حذف لقطه الشاشه، لا دلوقتي تدوس اكس خلاص كده لقطه الشاشه اتحذفت، مش محتاج تدوس على كلمه حذف وحذف لقطه الشاشه. والصراحه كانت بتبقى خنيقه. كمان تقدر تعدل في جوده السكرين شوت والسكرين ريكورد، كمان تسجيل الشاشه ولقطه الشاشه اس دي ار واتش دي ار، عندك خيارين. كمان تقدر تاخد سكرين شوت من الكار بلاي نفسه. كمان تقدر تخلي الفيجوال انتليجنت او اي حاجه لقطه الفيجوال انتليجنت يقدر يشوفها اول ما تاخد سكرين شوت، وتقدر تلغيها عادي. الذكاء الاصطناعي مش يعني يتفعل بشكل اوتوماتيك، او الذكاء البصري قصدي يتفعل بشكل تلقائي اما يشوف حاجه من لقطه الشاشه اللي انت خدتها، يديك اقتراحات عنها. كمان لو دخلنا على نغمه الرنين نفسها هتلاقي حاجه جديده اسمها ليت نايت مود. دي كانت نفس الايكولايزر او اعدادات الايكولايزر اللي كانت موجوده في تطبيق الابل ميوزك، بتتحكم في جوده الصوت. الليت نايت مود ده بيخلي صوت الموبايل اعلى حاجه عن الطبيعي نفسه. فانت لو مفعل الخيار ده نغمه الرنين هتكون صوتها اعلى من الطبيعي. كمان ميزه جامده قوي الصراحه دلوقتي بقت موجوده، لو دخلنا كده على الفايلز او الملفات وعندك اي نغمه رنين عندك في الموبايل زي نغمه الرنين دي مثلا، تعالى كده نسمعها. تمام، انا عايز اضيفها دلوقتي في الايفون او اخليها نغمه رنين اساسيه. بتدوس على الشير دلوقتي وتدوس على الثلاث نقط وتدوس على اول واحده يوز از رانج تون او استخدامها كنغمه وتدوس كده. بيقول لي هو انت بالفعل عندك النغمه دي موجوده في الاعدادات، لسه ضايفها امبارح يعني. فلو دوسنا كده ودخلنا على النغمات هتلاقي سامسونج 2 فعلا اتضافت. دلوقتي ما بقتش محتاج لبرامج خارجيه، عكس دلوقتي ما تقدرش تعمل اي نغمه رنين في اي او اس 18.5. دلوقتي في اي او اس 26 تقدر تكريت نغمه رنين جوه الايفون من غير اي برامج، ووداعا لبرنامج جراج باند. كمان لو دخلنا على شاشه العرض دلوقتي ودخلنا كده على شاشه العرض ودخلنا على الاولويز اون ديسبلاي، طبعا الايفون 11 ما بيدعمش. فدلوقتي في خيار جديد ان انت تعمل بلور او ضبابيه على شاشه الاف. لما تيجي تقفل الايفون في الاولويز اون ديسبلاي هتلاقي في ضبابيه وعمل ضباب كده على الخلفيه نفسها. بصراحه انا بفضلها بالشكل العادي اللي هو ده، ان ما يحصلش ضباب على الشكل الخلفيه.
كمان الابل ميوزك دلوقتي بقت اي البوم او اي اغنيه بتدعم اللايف تقدر تتفعل في شاشه القفل وتلاقيها بتتحرك زي ما انت شايف قدامك كده. وبصراحه ده اضافات جميله جدا جوه الابل ميوزك وبقى متطور اكتر من اول، وكمان جاي بالتصميم الزجاجي والشريط العايم. كمان تطبيق سفاري حصل عليه تغيير جامد قوي. لو دخلنا كده على سفاري هنا وهنا زي ما انت شايف كده السيرش بار هنا وهنا الشريط العايم في سفاري، بصراحه شكله جامد قوي وموضح شكل الموقع كله والويب سايت. مفيش اي حاجه زي كده، لا دلوقتي خلاص الشاشه بقت كامله فعلا في المتصفح كله، وشايف كل حته في المتصفح، مفيش اي حاجه مؤثره بتاثر على مشاهدتك للموقع نفسه. كمان تقدر تغير من شكل الشريط العايم ده، لو مش عاجبك ممكن تخليه بالشكل القديم ده بنفس الشكل الزجاجي. لو دخلنا كده على الاعدادات وسفاري نفسه، ودخلنا على اعدادات سفاري هتلاقي عندك الثلاث اختيارات دول، تقدر تختار اي تصميم منهم يعجبك زي ما انت شايف كده بقى تحول بالشكل الزجاجي ده. وكمان تقدر تختار التاب ده تلاقيه فوق خالص اعلى الشاشه، بصراحه ده افضل اختصار، بس انت على حسب انت هيعجبك ايه. ولو دوست الثلاث شرط هنا تقدر تتحكم في علامات التبويب، او تقدر تدوس ضغطه مطوله هنا وتقفل كل العلامات او تقفل العلامه دي بس. كمان تطبيق المكالمات حصل عليه تغيير زي ما انت شايف كده اكتر من الاول. يعني انت شايف كده تطبيق المكالمات دي المفضله اللي هنا المفروض دلوقتي بقت متضافه عادي مع الريسنت كول او المكالمات الفائته. كمان لو دوست على الثلاث نقط دلوقتي تقدر تشوف الناس المتصله اللي هم السبام متطفلين يعني، وكمان الارقام الغير متسجله او اللي مش متسجله عندك هتلاقيها ظاهره في الخانه دي، وكمان الفويس ميل، وكمان تقدر تشوف الميسد كول بتاعتك. كده كده انت ضايف الخيار ده وتقدر ترجع للوضع الكلاسيكي اللي زي ده بالظبط عادي مفيش اي مشكله، بس مع الشريط العايم اللي تحت عكس في دلوقتي في اي او اس 18.5. كمان في ميزه جميله ان انت لو دوست هنا مش هتصل لك على المكالمه على طول، هيفتح لك البروفايل. تقدر تعدل الميزه دي لو دخلت على الاعدادات ودخلت على اعدادات التليفون، كتبنا هنا فون مثلا، وهتلاقي حاجه اسمها تاب ريسنت كول، يعني تضغط عشان تكلم على طول. فاحنا لو فعلنا الميزه دي تقدر تدوس تكلم الشخص ده على طول زي ما انت شايف كده. بصراحه ميزه تقدر تفعلها وتقدر تلغيها. كمان هتقدر تدوس سحبه بسيطه كده هتلاقي عندك خيار جديد اللي هو تقدر تخلي التليفون يبعت لك تذكير ان انت تكلمه كمان ساعه، وتحدد وقت معين زي ما انت عايز في تطبيق الريمايند ان هو يبعت لك تذكير لكده. كمان الميزه الجميله برضو في التحديث ده ان انت لو بتكلم خدمه عملاء او بنك مثلا وحطك على الويتنج او الانتظار، تقدر تدوس على الثلاث نقط دول دلوقتي وتعمل هولد اسيست، وبكده انت خلاص عملت هولد. لو خدمه العملاء مثلا اكنك انت على الانتظار، فانا هفك ميوت دلوقتي اكن خدمه العملاء رجعت وقلت الو الو، هتلاقي دلوقتي زي ما انت شايف كده التليفون بدأ يرن وبيعرفك ان خدمة العملاء بتتواصل معاك دلوقتي، وكمان بيقول لك باللغة الأجنبية ترجمة أو سكريبت للمحادثة. بصراحة هي ميزة جامدة قوي. وكمان المكالمة شغالة، هي كده المكالمة ما قفلتش، تقدر ترد عادي وتقدر تكنسل. كمان في تطبيق الرسائل تقدر دلوقتي تضيف خلفيه. لو دخلنا كده هنا وهنا هتلاقي حاجه اسمها باك جراوند، بص هنا مفيش. تقدر تضيف هنا خلفيات زي ما انت شايف كده، وكمان تقدر تسال ايمج بلاي جراوند او تطبيق بلاي جراوند يعمل لك خلفيه على طول، وتكتب له نوع الخلفيه او تختار هنا من الاختيارات دي وهو يكريت لك خلفيه. تلاقي عندك خلفيه ثبتت زي ما انت شايف كده بصراحه بشكل جميل. تقدر تضيف خلفيات، ودلوقتي تقدر تضيف تصويت داخل جروب او محادثات الواتساب، عكس في الاول مفيش هنا تصويت خالص جوه المحادثات بتاعه الرسائل. كمان تقدر تبعت ابل كاش وتستلم ابل كاش في تطبيق الرسائل دلوقتي. كمان دلوقتي تقدر تنقل شريحه الاي سيم من هاتف ايفون لاندرويد، ومش مضطر ان انت تروح تشتري شريحه جديده، تقدر تنقلها على طول عن طريق الايفون للاندرويد من غير ما تدفع فلوس او رسوم زياده. بصراحه حاجه جامده جدا. لو دخلنا كده على الاعدادات ونزلنا تحت خالص عند ترانسفير، دلوقتي تعمل اما تيجي تعمل ريسيت او تيجي تبدل لتليفون جديد، تقدر هتلاقي ظهر لك الخيار الجديد بتاع ان انت تنقل الشريحه للتليفون ده ولا لا. بصراحه ميزه جميله جدا موجوده بس في اي او اس 26. كمان كده لو دخلنا على الاير بلاي هنا، لو دخلنا على اعدادات وعام واير بلاي هتلاقي عندك ميزه جديده بتقول لك كيب اوديو ان هيدفونز. يعني مثلا لو ركبت عربيه وحاطط السماعه في راسك او الهيدفون او الايربودز ايا يكن، والكار بلاي محتاج يشبك بالبلوتوث، فمش هيفصل لك الايربودز او السماعه، لا هيفضل السماعه شغاله. اول ما تفصل بلوتوث السماعه او الايربودز هتلاقيه اتنقل اوتوماتيك للكار بلاي. كمان في ميزه جميله في الصور. لو دخلنا كده على اي صوره مثلا صوره زي دي هتلاقي عندك خيار جديد متفعل، بص كده الاضافه الجديده دي زي دي كده بتدوس عليها بس. في اي صوره عندك في مكتبه الصور، في صور ما بتدعمش بس قليل قوي اللي تلاقي الصوره ما دعمتش، بتلاقي الصوره اتحولت ل 3 دي جوه مكتبه الصور.
بصراحة ميزة جميلة جدًا برضه. كل المزايا دي حصرية على iOS 26. بصراحة مزايا رهيبة، وبجد غيّرت تجربة الاستخدام، وبصراحة ممتعة، غير التصميم الممتع اللي مدّيك سلاسة في النظام، ده غير إن البطارية كمان حصل عليها تعديل زي ما أنت شايف كده، تقدر تشوف النسبة المتبقية للشحن في شاشة الإف، وكمان في الإعدادات بتاعة البطارية. لو دخلنا كده على البطارية هتلاقي عندك الإعداد الجديد ده بيقول لك 45%، وكمان تقدر توصّل الشاحن ويقول لك ناقص قد إيه على الشحن عشان يوصل ل90% أو 100% على حسب ما أنت محدد جوّه هنا. كمان عندك الشريط ده بقى شكله جامد جدًا، بقيت تسحبه تلاقيه ادّى الوضع المائي ده، أو برضه الزلالة المائية اللي بتظهر دي بصراحة شكلها جامد جدًا. وكمان عندك خيار جديد نفس فكرة الlow power mode، بس ده يعني مش low power mode زي الlow power mode، مش عارف أوصّلها لكم إزاي. الlow power mode بيقلل البطارية جامد جدًا، وبيفصل خدمات كتيرة، وبيقلل لك مميزات كتيرة، إنما ده بيبقى نفس عامل الlow power mode، بس يعني ما بيأثّرش من تجربة المستخدم أو استمتاع المستخدم بالمميزات الأساسية القوية اللي في الجهاز زي 120 هرتز ومميزات غيرها. فبصراحة ده أفضل، كمان بيحافظ على البطارية. كمان هنا البطارية بتقدر تحسب لك الاستخدام الطبيعي لكل تطبيق أنت بتستخدمه على مدار الأيام. فمثلًا لو استخدمت في يوم تطبيق الفيسبوك أكتر من طبيعي هتلاقيه بيدّيك علامة تعجب، هتلاقيه بيقول لك إن أنت استخدمت التطبيق ده أكتر من المعتاد، تلاقي عامل لك عليه علامة تعجب لونها أصفر، وتخش يقول لك أنت استخدمت وقت أطول 20% زيادة عن المدة الطبيعية أو النسبة الطبيعية. بصراحة حاجات جميلة حصلت في تطوير التطبيقات، وكمان في البطارية، وإعدادات الأيفون اختلفت بالكامل عن الأول. بصراحة تجربة استخدام جميلة أكتر من الأول. يعني أنا بصراحة أرشّح إن التحديث ده هيبقى جامد جدًا، وما تقلقش ده مش الشكل النهائي بتاع iOS 26. عقبال ما نوصل في شهر 9 هيكون في إضافات أكتر وتحديثات أكتر وتحسينات أكتر لشكل النظام، وممكن نشوف حاجات جديدة خلال الفترة اللي إحنا ماشيين فيها دي لغاية شهر 9 الجاي. يعني iOS 26 مش ده الشكل النهائي بتاعه، لسه في إضافات جديدة على الlock screen ممكن تتضاف، وإضافات كتيرة جدًا جوّه النظام ممكن تتعدل خلال الفترة دي. ده فيديو النهارده، أتمنى يكون الفيديو عجبكم واستفدت كتير. ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس. أشوفك الحلقة الجاية، سلام.